ديزني الرائع واللي هيغير كتير من مفهومك عن الحياة، وهو فيلم سول اللي بيتكلم عن جو المدرس العاشق للموسيقى اللي حلمه يبقى عازف جاز مشهور جدا. وفي يوم من الايام بيجيله خبر انه هيعزف مع فرقة دورسيا المشهورة جدا في المدينة، ومن شدة فرحته باللي هيحصل ما كانش مصدق الخبر وما كانش مركز في الطريق وهو ماشي، فبيقع في بلاعة وبعدها بيتنقل للعالم الاخر وبيلاقي كل الناس الميتة رايحين في اتجاه كده، فبيحاول يهرب عشان ما كانش عايز يموت، وبينط من الطريق اللي الناس كانت ماشية فيه وبيبص وبيلاقي نفسه راح على مكان فيه الأرواح متجمعة قبل ما تتولد. وأي روح علشان تقدر تتولد وتنزل كوكب الأرض وتسيب المكان ده لازم في الأول تلاقي شغفها، وبتجيله فرصة إنه يبقى مرشد لروح من الأرواح دي. ووقع الاختيار على روح فاقدة الشغف خالص، وهي روح رقم 22 اللي ما كانتش عايزة تنزل الأرض، بس هو اتفق معاها هيخليها تلاقي شغفها وياخد هو منها الكارت بتاعها ينزل بيه الأرض لجسده مرة تانية، وتكمل هنا هي براحتها زي ما هي عايزة، زي يبادلوا مع بعض كده. وبتدور الأحداث وتتصاعد وينزل هو في جسم قطة وتنزل 22 في جسمه هو، ويضطروا يدوروا على طريقة علشان يقدروا بيها يرجعوا لمكان قبل الولادة تاني. وبتتصاعد الأحداث أكتر وأكتر، وعلشان تعرفوا إيه اللي حصل اتفرجوا على الفيلم اللي أوعدكم مش هتندموا خالص لما تتفرجوا عليه.